الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مفتاح الرزق الاستغفار. بالاستغفار تفتح الأقفال ويرضى ذو الجلال وتحمل الأثقال ويصلح الحال وينشرح البال. الاستغفار بوابة عظمى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فهو يغفر الذنب ولا يتعاظمه الذنب أن يغفر سبحانه وتعالى، جل الذنب أو صغر. ولهذا قال نوح لما قال في هذه الآية قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فجعل إرسال السماء بالغيث المدرار الهني المري بعد الاستغفار، فبوابة الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن هذا أخذوا أن من أراد المال، أراد الرزق الطيب، أراد الثروة، فعليه بكثرة الاستغفار والإدمان واللهج، وأن يصدق فعله قوله في الاستغفار. فإذا استغفر العبد ربه سبحانه وتعالى منحه أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في رزقه، وأن الله سبحانه وتعالى يمنحه ذرية طيبة. حتى العجائب أن بعض المفسرين يرون أن من كان عقيما فعليه يكثر بالاستغفار من الاستغفار. قتادة بن دعامة السدوسي العالم الرباني والحسن البصري سأله أحد الناس من أصيب بالعقم قال عليك بالاستغفار، فاستغفر كثيرا فرزقه الله ذرية طيبة. وهذا ليس بعيد على قدرة الباري سبحانه وتعالى. الاستغفار قوة في الجسم، فقل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، حتى يأخذون من هذا أن قوة الجسم تأتي مع الاستغفار. المتاع الحسن والراحة في البال وانشراح الصدر مع الاستغفار. أيضا الاستغفار أمان من النكبات. كان عندنا أمانان: وجود محمد صلى الله عليه وسلم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، والاستغفار. حتى قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فلما ذهب الأمان الأول وتوفي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني الذي هو الاستغفار. بقي عندنا أمان من العذاب العام إذا مهما ما دام أننا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. يقول جعفر الصادق غفر الله له ورضي عنه: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت المستغفر. فالمستغفر في حسن من الله وفي رعاية من الله وفي ولاية، فهو لاستغفاره يطلب الإقالة من العثرة، يعترف بالذنب، يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يقيله. ولهذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس استغفارا. قال إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم أو 100 مرة، ورد لفظ 70 ورد لفظ 100. وعلمنا عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار ما هو، فقال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وانظر كيف بدأه بالتوحيد: اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. فجاء بلفظ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو أحسن الكلام عند الله والذي أرسل به الرسل. ثم أثبت لله الخلق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم أثبت العبد العبودية: وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد والوعد، عهدك ووعدك، فعهد الله عليك أن تعبده لا تشرك شيئا، ووعده لك إذا فعلت ذلك أن يدخلك الجنة ما استطعت. واستدرك المستغفر في هذا، لأنه لا قدرة العبد إلا ما وفقه الله وما فتح الله عليه، وقد لا يستطيع كل الطاعة وكل التقوى، قال ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف وأقر بنعمتك التي أنعمت علي، وأقر وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأعترف وأقر بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا سيد الاستغفار قد رواه البخاري، وهو لأنه جمع بين التوحيد وبين الاعتراف بالاكتراف وبين طلب الله سبحانه وتعالى الإقالة وبين الاعتراف بالعبودية له سبحانه وتعالى، فكان سيد الاستغفار. ومن الأدعية العظيمة في الاستغفار والتي نص عليها للعلم، وهي مجربة بإذن الله في كشف الكروبات وفي إزالة الأزمات وفي تسهيل الأمر وفي إزاحة الهم والغم وفي إذهاب الحزن، وهي الكلمة العظيمة التي هي سر التوحيد، وفيها أصل الاعتراف
وهي تقديس الباري وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: كلمة ذنون أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. فانظر إلى جمال هذه الكلمة، حتى أن الحافظ ابن تيمية شيخ الإسلام شرحها شرحا طويلا. انظر إلى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فبدأها بالتوحيد الذي هو حقه سبحانه وتعالى، وهو واجب الخليقة له جل في علاه، وهو الذي أرسل به الرسل، وهو أصل الأصول. قال لا إله إلا أنت سبحانك، فقدسه ونزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الأوصاف التي وصف به أعداؤه، أو من الأفعال التي حال إليه سبحانه وتعالى من عصاه. قال سبحانك إني كنت من الظالمين، فاعترف بالذنب والخطيئة. واعتراف العبد بالذنب يا أخوة، ترى هذا هو البوابة الأولى للندم والتوبة والاستغفار. الله يحب من الإنسان أن يعترف بذنبه بينه وبين الله، لا يفضح نفسه، يقول يا ربي أذنبت، أخطأت، عصيت، فتجاوز عني وارحمني وسامحني، أنا معترف، أنا المقصر، أنا المقر بالذنوب، أنا المقر بالخطايا والسيئات، أنا الذي ظلم نفسه. كما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فلما اعترف بهذا علمنا، نحن أبونا آدم وأمنا حواء علمونا كيف نستغفر. حتى أن الخليفة الزاهد الراشد العابد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لأحد ولاته: اخرجوا إلى الجبال عن الصحراء واستسقوا وقولوا كما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكل الأنبياء يعترفون بذلك. هذا موسى عليه السلام يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إبراهيم يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، وكان يقول: رب اغفر لي ما قدمته، اللهم اغفر لي ما قدمته وما أخرته وما أسررته وما أعلنت، في غير ذلك من الأدعية. هذا هم أنبياء الله ورسله، فكيف بغيرهم من الناس من مثلنا من أهل الذنوب والخطايا والتقصير؟ وإنما أقول هذا لأن باب الفرج باب الرزق أو مفتاحه هو الاستغفار. وكان كثير من الصالحين يوصي طلابهم إذا كانوا في طلب علم أو طلب رزق، قال: عليك بكثرة الاستغفار دائما وأبدا. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام: إنها تصعب علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة فيفتحها الله علي. لأن سبب أن صعوبة الأشياء، يعني تأخر الرزق مثلا، عدم فهم المسألة، هي الذنوب والخطايا التي رانت على قلوبنا، فهي تحجب يعني نور البصيرة. فإذا استغفرت أنت كأنك تمسح هذا الذنب، كأنك تزيل الغبش عن نور البصيرة، عن عين البصيرة، فتبصر بإذن الله. الرزق مثلا يمكن يأتيك لكن الذنب يمنعه، فأنت إذا استغفرت أزحت الذنب عن طريق الرزق، فيأتيك الرزق بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا في كلامه سبحانه وتعالى في كتابه، حتى قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وقولوا حطة. يعني أمر الله بني إسرائيل أن يقولوا حطة، يقول: يا رب حط عنا سيئاتنا، معناها حط عنا خطايانا. فلما قال لهم موسى عليه السلام: قولوا حطة، قال سبحانه: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يقول: نعدكم بوعدين، إذا قلتم حطة يعني حط عنا خطايانا واغفر ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم، وأما المحسن منهم وسنزيد المحسنين، يرفع الله في درجاته سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى الالتواء، وانظر إلى النكوص والتنكر والعياذ بالله والعوج. قالوا: حنطة في شعر، خذوا حنطة. هم يقولون زاد اليهود نقطة، فقالوا بدل حنطة، فسقطوا سقطة، وغلطوا غلطة، ووقعوا في ورطة. هذا هم نقطة. فاحذر أن تزيد في الوحي شيء أو تنقص من شيء، وخذ الخبر على ظاهره واعمل به، ولا تحاول أن تفعل كما فعل هؤلاء، فأخزاهم الله وغضب عليهم بسبب أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا واستهزأوا وسخروا. الشاهد: فإن الله لما أمرهم أن يقولوا حطة يعني استغفروا، وعدهم بأن يغفر لهم الخطايا ويزيد في حسنات المحسن. هذه من المثوبات. فلذلك نقول الآن الاستغفار ثوابه غفران الخطايا والذنوب. حتى يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فرا من الزحف. هذه عطية، وهذه هبة، وهذه هدية غفران الذنوب.
ومنها أيضا من فوائد الاستغفار بعد غفران الذنوب أنه زيادة في الحسنات، يعني إنسان محسن يستغفر، قالوا سنزيد المحسنين، فإن الصالح والولي كلما استغفر زاده الله في حسناته سبحانه وتعالى. ومنها المتاع الحسن، راحة البال، انشراح الصدر، البهجة، السرور، الحبور، ذهاب الهم والحزن والغم، قال يمتعكم متاعا حسنا. ومنها القوة، قوة الذهن، قوة الجسم، قال يزيدكم قوة إلى قوتكم. ومنها الغيث المدرار، قال يرسل السماء عليكم مدرارا. ومنها أبناء الصالحين، يرزق الله بأبناء صالحين ويمددكم بأموال. ومنها الرزق والمال الحلال، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فخير الدنيا وخير الآخرة في الاستغفار. ومنها أنه أمان من العقوبة، ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. فكيف يفوت العاقل والمسلم والمسلمة هذا الخير العظيم في الاستغفار؟ تحرك لسانك بالاستغفار، فأن تطلب الإقالة، وأن تحمل مفتاح، والباب أمامك، باب العلم، باب الرزق، باب الموهبة. هذا الدين الذي علمنا: إذا طلبت العز فاطلبه من عند الواحد الأحد، مفتاحه الاستغفار. إذا طلبت العلم فاطلبه من عند الله، مفتاحه الاستغفار. إذا طلبت الرزق فاطلبه من عند الله، مفتاحه الاستغفار. إذن فكان الاستغفار عليه مدار كثير من الأمور. ولهذا لما ذكر الله سبحانه العلم والعمل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هو مفتاح العمل كما سلف معنا. واستغفر لذنبك، فبين له أنه بالتوحيد والاستغفار يرضى الواحد الجبار العزيز الغفار. ولذلك قرن الله بين التوحيد والاستغفار في كثير من الآيات: فاستقيموا إليه واستغفروا. فالاستقامة هي التوحيد، والاستغفار طلب المغفرة من الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما مر معنا، هي توحيد واستغفار. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، الحديث توحيد واستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا توحيد. واستغفر لذنبك، هذا استغفار. وعند أبي يعلى حديث يقول الشيطان يقول الشيطان: أهلكت العباد بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. لا إله إلا الله والاستغفار. فإذا علم هذا فالسبب، لأن التوحيد حق الخالق، والاستغفار اعتذار المخلوق، والتوحيد إثبات الكمال لله، والاستغفار طلب تكميل النقص عند اعتراف بالنقص من العبد. فالعبد شأنه النقص والتقصير والعيب، والله سبحانه وتعالى صفته من صفات الكمال والجلال والجمال جل في علاه سبحانه. فأنت إذا قلت لا إله إلا أنت أثبتت له الكمال والعبودية والألوهية. وإذا قلت إني كنت من الظالمين أو أستغفرك أثبتت لنفسك النقص واعترفت بالخطيئة، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك. فلهذا كان هذا شأن المستغفرين، حتى ذكر سبحانه وتعالى من أوصافهم قال: والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. فهم وقت السحر بعدما قاموا وصلوا جلسوا، مع أنهم ناموا على طاعة وناموا على وضوء وقاموا يصلون، ومع ذلك تؤنبهم ضمائرهم، وفي السحر يستغفرون ويذكرون ربهم ويدعون. فقل لي بالله من بات في لهو ونام على غفلة ثم نسي الاستغفار. هؤلاء أولياؤه كما يقول حسن: مدوا الليل قياما ثم جلسوا في السحر يستغفرون كأنهم مذنبين. فهنيئا لمن هذا حاله، بالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. فمدحهم سبحانه وتعالى بأنهم وقت السحر وقت الغفلة. وإلا كثير من الناس الآن يعني في غفلة عن هذا الأمر وهذه الجلسة الربانية الروحية المقدسة. أكثر الناس ما يجلسون في السحر. حتى يقول أحد الشعراء العامين: التقوى وخير منها ركعتين بالأسحار، لا طاب نوم اللي حياته خسارة. وخير منها ركعتين بالأسحار لا طاب نوم اللي حياته خسارة. لأن بعض الناس ترى مفلس في الليل والنهار، لا يعرف جلسة السحر. حتى هو محمد إقبال: عليكم برنة السحر. الشاعر كان يدرس، محمد إقبال فيلسوف الشاعر الإسلامي الكبير ده، يدرس في لندن، يقول: ما تركت رنة السحر، يعني البكوة في السحر، البكية في السحر، الدموع في السحر، مناجاة الواحد الأحد في السحر، لأن هذا لها سر عجيب في الإسلام. لو دقائق، لو 10 دقائق، ربع ساعة، لها سر. لأنه سبحانه كما في الحديث الصحيح تنزل في الثلث الأخير، فيقول إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر أغفر له؟
هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا صادف في تلك اللحظة وأنت تقول استغفر الله، اللهم تب علي، اللهم ارحمني، وصلت الإجابة وحصلت. يقول أحدهم: قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. هذا الحديث، هذه الجلسة أحسن من كل جلسات الدنيا. ربع ساعة، 10 دقائق، نصف ساعة، تصلي ركعتين، تسأل الله سبحانه وتعالى، تستغفر، تستقيل ربك من الذنوب والخطايا، تطلبه التوفيق والرزق. هذا هو مفتاح الرزق، مفتاح العلم، مفتاح العز، مفتاح الفتح منه سبحانه وتعالى. وإنما قلت هذا لأن نحن أهل ذنب وأهل خطيئة، والناس في غفلة، وليس لنا حل صراحة إلا أن نستغفر ربنا ونستقيله. لأن الأولياء الكبار كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا بالهجرة، ذهبوا بالجهاد، ذهبوا بالنفقة، ذهبوا بالمواقف التي نصروا فيها الإسلام، جزاهم الله عنا خير الجزاء. فتجد عندهم من الولاية والمواقف المشهودة والمقامات المحمودة وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ونصرة الحق والدفاع عن الملة والذب عن الشريعة، حتى منهم من قتل، ومنهم من دفع ماله، ومنهم من هجر من أوطانه، ومنهم من أوذي، ومنهم من جلد، ومنهم من سحب على الرمضاء، ومنهم من لقي الألاك في سبيل مرضاة الواحد الأحد. فهذه مقامات مشهودة. ونحن جينا في آخر الزمان على ضعف من الإيمان، وعلى غبش من التصور، وعلى بعد من ذاك الرعيل الأول، وعلى قلة الناصر، وعلى كثرة الفتن، وعلى ضمور في فهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلة في العلم، ونقص في التقوى. فما حلنا إلا أن نستغفر. سفيان الثوري كان جالس مع طلابه، فقال أحد طلاب من طلابه: ذهب القوم يا أبا سعيد على خيول مضمرة، ونحن بقينا على حمير معكرة. يقصد الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ذهبوا وصلوا على خيول مضمرة من العمل الصالح والمسابقة والمسارعة ومقامات، لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ولأنهم وقفوا في تلك المواقف التي تشيب الرؤوس، في بدر وفي أحد، يوم الزلازل ويوم الفتن، يوم المحن، يوم الابتلاء. قال هذا الطالب: ذهب القوم على خيول مضمرة وبقينا على حمير معكرة. يقول حنا عندنا عمل قليل، وضعف في العبادة، وضعف في التقوى، وقلة الناصح، وقلة النصير، وقلة المعين، وكثرة الفتن، وكثرة هموم الدنيا ونحو ذلك. قال سفيان جواب العالم المؤيد: والله لتلحقن بالقوم ما دمت على الطريق، ولو كنت على حمير حمر معكرة، حمير معكرة، أو حمار هزيل، ولكنك على الرصيف أصلا تمشي على الطريق سوف تصل. المقصود أن تبقى على الطريق، ولو كنت أعرج سوف تصل. وبشرى لنا أن الله فتح باب التوبة وعدنا بالغفران جل في علاه، وأخبر في حديث قدسي جعله من 40 نوية التي هي مدار قواعد الإسلام: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. فدل على أن الموحد المستغفر المعترف بالذنب يغفر له بإذن الواحد الأحد. الآن الحديث الصحيح أن رجل من بني إسرائيل لما حضرت وفاة كان موحد مقصر، أمر أهله يحرقوه وأن يذروا ما بقي من فتاته، ففعلوا. لما مات حرقوا جثمانه وذروه، سحقوه وذروه. فجمعه الله الذي يقول للشيء كن فيكون. قال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك وخفت ذنبي يا ربي. وشك في القدرة، فغفر الله له ذنبه وادخله الجنة، لأنه شك في القدرة. لكن خوفه من الله عز وجل كفر عن هذا الأمر. ثم إنه جاك المستغفر، وجاك النادم، وجاك المنكسر. والله سبحانه وتعالى يحب، الله عند المنكسر قلوبهم جل في علاه لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يعترف وأن ينكسر وأن يكون ذليلا وعبدا، لأن العبودية أصلا هي شدة الذل والخضوع، كمال الذل والخضوع والانقياد والمحبة لله. عبد له سبحانه وتعالى، ألا تجد لنفسك قدرا في مناط عبوديته ولا في بساط ربوبيته جل في علاه، فترى أنك مقصر وأنك مذنب
وأن كل خير من عند الله عز وجل، وأن كل نعمة حصلت لك فهو منه سبحانه وتعالى، وأنه المتفضل جل في علاه، وأنه الذي يملك أمرك، وأن الحق له لا إله إلا هو، وأن صفات الكمال والجلال والجمال له سبحانه وتعالى، ومنك صفات النقص والتقصير والذنب والخطيئة والعيب. فإذا فعلت ذلك فأنت الآن اعترفت بالعبودية له سبحانه، بأنه ربك سبحانه وتعالى، وأنك عبد له جل في علاه، وأنه متصرف في أمرك. حينها تصلح لمقام العبودية، حينها تمر بمقامات العبودية التي من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإنك لا تخلو أصلا في 24 ساعة، لا تخلو من نعمة من نعم الله عليك بعدد الأنفاس، فحق أن تشكر، ولا تخلو من خطيئة، فحق أن تستغفر، ولا تخلو من بلية ومصيبة، فحقها أن تصبر. ولهذا يقول في مسند، بل في كتاب الزهد الإمام أحمد من الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري. له سبحانه وتعالى عجب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله يعجب عجب يليق بجلاله، لا تشابه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عجب لك يا ابن آدم، وعجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. أي إخوان، أي مثل مردود من الخليقة على ربهم سبحانه وتعالى الغني الماجد الواجد سبحانه وتعالى؟ ما هو النفع الذي يعود إليه سبحانه وتعالى؟ هو الغني، وهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي وهب. حتى لو كانت الخليقة على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيء، ولو كانت على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. فسبحان الذي ذهب بالجمال والكمال والجلال، لا إله إلا هو. فهنا أقول أيها الإخوة أن علينا أن ننشر الاستغفار في مجالسنا وفي مساجدنا وفي طرقاتنا، على الله يرحمنا. نحن نتعرض صراحة لفتن ومحن وابتلاءات. نحن إذا يعني استمرت الخليقة على المعصية والعدوان، هي يعني جديرة بأن تؤدب بسياط الله عز وجل من الكوارث، من الزلازل، من الفتن، من المحن. فإذا استغفرت أخذت الأمان، وما كان الله يعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. إذن فعلينا جميعا أن نعيد في مجالسنا ونكرر ونكثر مع حضور من القلب، ومع عمل يصحب عمل صالح يصحب الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، ولا صيغ من استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيد الاستغفار. المقصود أن تكون كثير الاستغفار له سبحانه وتعالى، أن تدرب لسانك وحضور قلبك على هذا. سوف تجد الفرج بإذن الله، وتسهيل الهموم، وإزاحة الغموم، وذهاب الأحزان، والرزق الحلال، والعلم النافع، والذرية الطيبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، وهو الحي القيوم، أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين، وأن يغفر لنا الذنوب والخطايا ما ظهر منها وما بطن، وأن يتجاوز عنا، وأن يسامحنا، وأن يرحمنا وجميع المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.